قبل ما نبدأ ملخص الفيلم يلا نكسب شوية أجر مع بعض. صلوا على رسول الله واستغفروا الله. انت دلوقتي داخل على كليبزو، القعدة بتاعت الناس التقيلة اللي بتحب تتفرج على فيلم كامل وهي رايقة بكوباية شاي ومزاج عالي. هنا بنختصر لك الحكاية من غير ما نبوظها، ونقدم لك اللحظة اللي بخلي قلبك يدق وتقول الله، دي مش قناة، دي حكاية معمولة للعيار التقيل. زي ما بيقول عيسى الوزان، يلا بينا. في مطار أنتويرب الدولي فريق من الحرامية معروفين باسم البانثرز بيخططوا يسرقوا شوية ماس أحمر من مخزن في المطار. جوفانا بتتظاهر إنها مضيفة طيران وبتاخد أوضة خاصة وتحط كاميرا علشان تراقب. باقي الفريق مستخبيين في عربيتين شرطة جوه كونتينر وبيسوقوا للهنجر وهم لابسين لبس قوات خاصة. أول ما بيقربوا كفاية بيرموا قنبلة دخان ويضربوا الكاميرات بالنار ويربطوا الكل. بعد كده بيلاقوا الصندوق الصح وبيحرقوا القفل علشان يفتحوه. وأول ما بياخدوا الباكج الصح بيجروا على عربياتهم علشان الأمن بلغ عنهم وتبدأ المطاردة. بس الفريق كان جاهز، العربيات بتستخبى تاني جوه الكونتينر وبيتشال على عربية نقل وتتحرك كأنها شايلة شحنة عادية. في نفس الوقت في لوس أنجلس الشريف نيك بيتخلص من خاتم جوازه وبيكسر حاجات في الحمام بعد ما خسر كل حاجة في مفاوضات الطلاق. بيقرر يروح على بار يشرب وبيشوف الأخبار وبيعرف عن سرقة المطار، وعلى طول بيخمن إن البانثرز هم اللي عملوها. في المساء بيدور على هولي، أرملة واحد من البانثرز اللي ماتوا وبقت في علاقة مع واحد تاني منهم. بيركب عربيتها وبيجبرها تروح للميناء، وهناك بيدخلوا كونتينر. نيك بيسألها البانثرز راحوا فين ومخبيين الفلوس فين، بس هولي اشترطت عليه انها عايزه جزء من الفلوس، ولو هيرفض هتبعت فيديو لبنات نيك وهي وياه في وضع مخل. نيك ما عندوش اختيار غير انه يوافق، وهولي بتقوله ان العصابه في فرنسا. في فرنسا البانثرز بيخططوا لحركتهم الجايه. دوني هيتظاهر انه تاجر ماس وفريقه هيبقوا مروجين للمهرجان الجاي. جوفانا بتعرفوا على تشافا، زوجة مدير البنك اللي بتتفرج على الماس الاحمر المسروق كدليل على انه تاجر الماس. بعدين تشافا بتاخده على مركز الماس العالمي، ودوني بيبص على اماكن الكاميرات وحركات الحراس. بيدوله مكتب خاص يرتب فيه بضاعته، بس ما يقدروش يدوه خزنه لان كلها مليانه ومحجوزه. وهو خارج بيقول لجوفانا انهم محتاجين يلاقوا طريقه يدخلوا بيها الخزنه من غير ما يعرف ان في حد بيراقبهم. في إيطاليا زعيم المافيا أوكتوبوس بيعرف إن ماسه الأحمر اتسرق وبيبعت رجاله يدوروا عليه. بعد شوية تشافا بتاخد دوني على واحد بيقيم الماس اللي بيأكد إن الماس حقيقي، ويكتشفوا جهاز تتبع متخبي في الباكج. لكن تشافا ترميه في كوباية قهوة وتعرف إنه مسروق، وبعد كده تعرض عليه فلوس أقل من ثمنه الحقيقي. بس علشان دوني محتاجها تسكت وما تبلغش عليهم بيوافق على الفلوس. بيرجعوا البنك وبيخلصوا الصفقة. بعدين دوني بيروح لمطار الفريق علشان يناقش الخطة. جوفانا بتوزع شرايح موبايل على الكل وبتحدد أدوارهم حسب مهاراتهم، ومن خلال الخريطة بيلاحظوا إن لسه في معلومات ناقصة، فدوني لازم يعمل بحث أكتر. أول خطوة يلاقوا طريق هروب آمن قريب من حدود إيطاليا من غير كاميرات. نيك بيوصل فرنسا وبيقابل المحقق هوجو اللي بقاله فترة بيحقق على البانثرز. بيشاركوا بعض تفاصيل القضايا وبيتفقوا إنهم بيطاردوا نفس العصابة. هوجو بيوريه نيك تسجيلات من كاميرات البنك، ونيك بيتحمس لما بيشوف دوني، لكنه بيتظاهر إنه مش هو اللي بيدور عليه ويمشي. في نفس الليلة البانثرز بيروحوا بار، وجوفانا بتغازل حارس بنك وبتثبت تطبيق على موبايله يديهم وصول للجهاز. ودوني لما بيرجع بيته بيلاقي نيك قاعد على الترابيزة بياكل، فبيقعد معاه ويطلع مسدسه. بيزق الترابيزة كحركة تشتيت وبيخطف المسدس ويقول له إنه مفلس. وبيبان إن نيك زهق من كونه شرطي لأنه بيشتغل جامد وما بيلاقيش مكافأة وعايز يساعد البانثرز يسرقوا البنك. دوني كان سامع إن نيك اتفصل عن مراته، لكن لما نيك يهدده إنه يبلغ عنهم ويحكي لهوجو، دوني بيوافق يعرفه على الفريق. تاني يوم رجال أكتوبوس بيوصلوا فرنسا وبيكلموا مجرمين محليين علشان يدوروا على خيوط. بيلاقوا فيديو فيه دوني وبيعرفوا إن جهاز التتبع كان في آخر نقطة كان فيها. في الوقت ده دوني بيعرف نيك على جوفانا والفريق بيراقب من بعيد. بعد اللقاء باقي البانثرز بيقولوا لجوفانا إنهم شاكين في نيك علشان شرطي، لكن جوفانا بتقول لهم إنه مفتاحهم للوصول للخزنة. بعدها دوني بيقنع تشافا تأجر له مساحة في الخزنة وبيقول لها إن عنده بضاعة جاية. نيك بالليل بيقابل باقي البانثرز في بار وبيضطر يشرب حشيش وخمرة علشان يثبت إنه مخالف للقانون ويثقوا فيه. بيرقص مع جوفانا رقصة قريبة جدا، وده بيخلي ماركو يغير علشان كان على علاقة بيها زمان. دوني بيقول له يهدى علشان ما يتسببش في مشاكل، بس نيك بيتجاهله ويفضل يلمس جوفانا. ماركو بيتدخل وبيضرب نيك نطحة في دماغه وتبدأ خناقة،
دوني عايز يوقفهم بس فوق بيمنعه وبيضربه هو كمان. الأمن يوصل ويطرد الفريق كله. تيجي الشرطة وهوجو يفتش نيك بس بيسيبه يروح. في طريقهم للبيت فجأة المافيا الإيطالية بتفاجئهم وتزوقهم جوه عربيتهم. الصبح نيك ودوني بيلاقوا نفسهم على مركب في نص المحيط. الإيطاليين بيقولوا لهم يرجعوا الماس الأحمر لو عايزين يعيشوا، وبعدها بيزقوهم هما الاتنين في المية والمركب بيبعد. ودوني بيشرح لنيك إنه ما كانش يعرف إن الماس الأحمر ملك للمافيا. الاتنين ملهمش حل غير إنهم يعوموا من الشط، وهناك نيك بيعلن إنه هيسيب عملية السرقة علشان مش عايز مشاكل مع الإيطاليين اللي خطرين جدا. بعد كام ساعة نيك بيبص من بلكونته على البوليس وبيجيله تليفون من دوني اللي بيقنعه يرجع للعملية تاني. بعد كده نيك بيقابل الفريق وبيعرف إن ماركو وفوك انسحبوا. بعد ما بيغطوا راس نيك الفريق بياخده للمقر علشان يناقشوا الخطة. البنك فيه 127 كاميرا بتبدل عرض الصور كل 10 ثواني، وده معناه إن 117 زاوية فيهم بتطفي شوية من وقت للتاني. هيضطروا ينزلوا لخلنا بتوقيت مثالي علشان يتحركوا وقت اللقطات اللي بتكون فيها الكاميرات طافية. بسبب قوانين الخصوصية اللقطات بتتبث مباشر ومش بتتسجل، بس لسه عندهم مشكلة مناطق ميتة. في منطقة بس ناس معينة يقدروا يدخلوها، فنيك لازم يمثل إنه مقاول أمن. بعد الظهر نيك يتعرف على مدير البنك عن طريق دوني اللي استلم إيميل بالسيرة الذاتية بتاعت نيك كضابط شرطة. نيك دلوقتي عنده تصريح يكون حارس شخصي لدوني جوه البنك. بعد كده بيقابلوا تشافا اللي بتحجز ميعاد مع نيك علشان يخزنوا البضاعة بتاعت دوني. لما بيرجعوا للمقر بيشتغلوا على الأجهزة اللي هيحتاجوها في السرقة زي العاكس اللي بيخدع الكاميرات. جوفانا بتدي نيك جاكيت خاص بيصور في كل الاتجاهات، ونيك يحاول يغازلها تاني بس هي بترفضه. بعد كده دوني ونيك بيروحوا البنك علشان يحطوا البضاعة في الخزنة. تشافا بتودي نيك ناحية الخزنة، وجاكيت نيك بتسجل كل تفاصيل نظام الأمان للبنك زي أماكن الكاميرات ونوع المعدن اللي مستخدم في الأبواب. وهو بيخزن البضاعة نيك بيعرف مكان الماس الأحمر وبيقول لدوني إنه جوه الخزنة. في الوقت ده ماركو وفوك بينضموا لعصابة اسمها التايجرز علشان ينتقموا من البانثرز. في المقر البانثرز بيطبعوا قناع 3D وبيجهزوا عربية مموهة، ونيك بيتعلم ازاي يخدع قفل إلكتروني باستخدام بخاخ. بيرجع البنك وهو عامل نفسه ان دوني محتاج حاجة من خزنة البنك، وبيستخدم البخاخ في بقه علشان يبان انه دواء. واول ما الناس تتشتت بيستخدموا على حساس الخزنة كمان. بالليل المدينة كلها بتتفرج على ماتش كورة مهم، حتى حراس البنك. البانثرز بيتجهزوا للسرقة، وفي نفس الوقت التايجرز بيتسلحوا ويلموا رجالتهم. جوفانا بتستخبى في مبنى جنب البنك علشان تراقب الكاميرات وأنظمة الأمان. الرجالة بيروحوا الجراج مبنى جنب البنك، ودوني بيلبس قناع شبه المدير علشان يعدي من الكاميرا عند الاستقبال. نور العربية بيعمل كاميرا عشان الفريق يقدر يخرج ويتسلل السلم من غير ما حد يشوفهم. أول ما بيلاقوا باب بيكسروا القفل باستخدام دريل صغير وبيجروا للسقف. بشريط حديد بيعدوا من مبنى للتاني لحد ما يوصلوا لسقف البنك. جوفانا بتفضل تحدثهم بمواعيد لفات الكاميرات، والرجالة بيكسروا قفل تاني ويستنوا اللحظة المناسبة للنزول. كل ما الكاميرا على وشك تتغير جوفانا بتقولهم يوقفوا ويستنوا، وأخيرا بيوصلوا للأسانسير وبيفتحوا بابه بالعافية وبينزلوا بحذر. معاهم ثواني بس، ولحسن الحظ اتحركوا بسرعة وقفلوا الأسانسير تاني قبل ما الكاميرا تلحفهم. الرجالة بيترصوا ورا العاكس علشان يعدوا الممر ويوصلوا للخزنة. البوابة الخارجية بيتصرفوا معاها بمفتاح بسيط، لكن الخزنة نفسها بيستخدموا أجهزة متطورة بتفتحها من غير صوت. بعدها بيبدأوا يفتحوا كل الصناديق ويسرقوا كل الحاجات القيمة، بس نيك ودوني بيتنرفزوا علشان مش لاقيين الماس الأحمر. وفي اللحظة دي فريق الكورة اللي بيشجعوا مدير البنك بيبدأ يخسر. المدير بيقرر يرجع، وجوفانا بتشوفه على الكاميرات فورا وبتنبه الرجالة اللي بيوقفوا فتح الصناديق وبيبدأوا يمضوا الشنط. دوني مش عايز يمشي من غير الماس الأحمر، وبعد بحث كتير أخيرا بيلاقيه. المجموعة بتجري علشان يستخبوا في بير الأسانسير علشان لما المدير يوصل للخزنة يلاقيها مقفولة ويمشي من غير ما يشك في حاجة. وأول ما الراجل يمشي الفريق بيبدأ يتسلق بير الأسانسير، وكل مرة بيستنوا لفة الكاميرات تمر. واحد من الرجالة بيفضل في القبو علشان يشد الحبال بسرعة ويطلع الشنط، وأول ما كل الحاجات القيمة تبقى فوق الباقيين بيكملوا التسلق. لما جوفانا تديهم الإشارة الفريق بيخرج بسرعة من البنك وبيبدأوا يعدوا الفراغ بين المباني تاني. كل الفريق بيعدي ما عدا نيك علشان السيخ المعدني بيتكسر وهو بيعدي. نص السيخ بيقع في الشارع وبيتشاف على الكاميرا من الحراس، واللي بيقرروا إنهم لازم يأمنوا السطح. جوفانا بتشوف الحراس بيتحركوا وبتقول للفريق يجري. نيك لسه ماسك في النص التاني من السيخ وما عندوش حل غير إنه يرجع تاني في سقف البنك.
بيرمي شنطته لصحابه قبل ما يجري على السلالم، وبيحرص إنه يستخبى كل ما يسمع صوت حارس جاي. لما الحارس يوصل للسقف مش بيلاقي حاجة تخليه يشك. وفي نفس الوقت باقي الفريق بيوصل للعربية وبيخرجوا من الجراج، واللي كمان بيتشاف على الكاميرا نيك بيكمل يتسلل جوه البنك وبيجرب كل باب يقابله، بس كلهم مقفولين. في الآخر حارس بيلاقيه ونيك على طول بيضربه بالنار، عارف إن الراجل لابس درع ضد الرصاص. حارس تاني بيسمع الطلقة وبيشغل إنذار البنك، وبما إنه اتكشف خلاص نيك بيكسر باب وبيلاقي بلكونة واطية كفاية يقدر ينط منها وينزل على العربية. الفريق بيلقطوا على طول وبيتحركوا بالعربية والكاميرات بتلقط نمرتها. بعد لحظات الفريق بيدخل جراج تاني وبيبدأوا يشيلوا الطلاء الأبيض من العربية علشان يغيروا لونها، وبيحطوا نمر جديدة كمان. الشنطة اللي فيها الفلوس بيحطوها في عربية تانية، وجوفانا هتسوقها في اتجاه مختلف. في البنك المدير والحراس أخيرا بيكتشفوا إن الخزنة اتسرقت، والرجالة في طريقهم للحدود الإيطالية بيلاحظوا عربية بتتابعهم. بيبقوا محتارين علشان دي مش عربية شرطة، لكن بيجهزوا سلاحهم على أي حال. عربية تانية بتظهر وراهم وبتبدأ تطلق نار، وبيبان إنها ماركو وفوك مع عصابة التايجرز. نيكو ورفاقه بيضطروا يردوا النار، ودوني سايق زي المجنون علشان يخليهم يتفادوا الرصاص بعد ضرب نار كتير، وكذا واحد اتصاب ولا طرف باين عليه إنه هيكسب. فجأة دوني بيعمل حركة مجنونة وبيقلب العربية وبيبدأ يسوق بالعكس. دلوقتي البانثرز عصابتهم بقت عندهم تسديد أداء، وفعلا بيسيبوا شوية من رجال التايجرز، بس ده مش كفاية يوقفهم، والمطاردة لسه شغالة. العربيات بتعدي نفق مظلم وكوبري وبيوصل لطريق قريب من الجبال. الضرب لسه شغال، وفي الآخر نيك بيقدر يسيب السواق والعربية بتقع من على الطريق وتنزل منحدر. بس للأسف البانثرز بيخلصوا رصاص، في التايجرز يستغلوا الفرصة ويضربوا على الكاوتشات. العربية بتخبط في جنب الجبل، وماركو وفوك بينزلوا وبيستعدوا يقتلوا البانثرز، لكن قبل ما يطلقوا النار الطليان بيوصلوا وبيقتلوهم هم الأول. دوني بيدي الماس لرجالة أوكتوبوس، واللي بدورهم بيدوهم مفتاح عربية تانية علشان يهربوا بيها. بعد ما بيولعوا العربية اللي اتحطمت البانثرز بيضمدوا جراحهم وأخيرا بيهربوا. في إيطاليا الرجالة بيجتمعوا مع جوفانا علشان يحتفلوا بالنجاح، بس فرحتهم بتتقطع لما الشرطة تقتحم المكان وتقبض عليهم كلهم. دوني وجوفانا بياخدوا بالهم إن نيك بيركبوه في عربية مختلفة، وده بيكشف إنه كان شغال مع هوجو علشان يقبض على البانثرز من الأول. بعد شوية الموضوع بينتشر في الأخبار وأوكتوبوس بتجيله فكرة. بعد شوية نيك بيروح يزور دوني في السجن وبيعترف إنه كان بيضحك على الفريق من الأول، بس صداقتهم كانت حقيقية. وقبل ما يمشي نيك بينصحه يقعد ورا شمال، ولما يجي وقت نقل دوني في سجن تاني 2 هليكوبتر بينزلوا في نص الطريق وبيوقفوا الموكب. دوني بيقعد في المكان اللي نيك قالوا عليه، وبمجرد ما يقعد مجموعة رجالة لابسين أقنعة بيهجموا على الشرطة وبينقذوه وبيطيروا بيه بالهليكوبتر. دوني بعد كده بينزلوه عند بيت أوكتوبوس، وبيعرف إن اللي أنقذوه هم المافيا الإيطالية. أوكتوبوس بينبهر بمهارات دوني في سرقة البنك وبيطلب منه يشتغل معاه. وفي نفس اليوم نيك بيوصل له رسالة من دوني مكتوب فيها: هشوفك قريب. وبكده نكون خلصنا فيلم النهاردة. يلا سلام.